ماشي حيت كسولة وماشي حيت ما باغياش تنجحي، ولكن كاينه شي حاجه كتوقع في عقلك وقله اللي كيهضروا عليها. اهلا وسهلا فيكم، فرحانه بزاف انكم معايا اليوم. كل يوم كتفيقوا بحماس انكم تغيروا، ولكن في اخره كتحسوا بالتشتت والعياء وعدم الانجاز بلا ما تعرفوا علاش. المشكل ماشي في الوقت، المشكل انك كتضيعوا شي حاجه قبل منه، وهو التركيز. وملي كيمشي التركيز الوقت كيمشي معاه. هاد الحالة دابا ولات معروفة بتعفن الدماغ، ماشي حيت عقلك خاسر، ولكن حيت متعرض لتحفيز زايد، محتوى سريع، تبديل مستمر، وضجيج ما كيساليش. الخطير في هاد الشي، تعفن الدماغ ما كيحسش به فجأة، كيجي بتدريج، كيجي في سكرول زيادة، في غير دقيقة أخرى فغادي نبدا من بعد. السؤال الحقيقي هنا، علاش كنضيع هاد الوقت؟ شكون كيدرب عقلي وعلى شنو؟ حيت الا ما فهمتيش هاد النقطة غادي تبقى تحاول توقف ضياع الوقت ولكن بلا نتيجة. في هاد الفيديو غادي نفهموا علاش الوقت كيهرب، كيفاش تعفن الدماغ كيزيد يسرعو، وشنو نقدروا نديرو باش نوقفوا هاد النزيف بلا قسوة وبلا ضغط. خلينا نكون واضحين، الوقت ما كيضيعش صدفة. في كتاب The Attention Economy كيشرح ان الانتباه هو السلعة الاغلى في العالم دابا. كل تطبيق، كل اشعار، كل فيديو قصير مصمم باش يشدك. الدماغ البشري كيحب المتعة السريعة، السهولة، والهروب من المجهود، وهذا الشيء كيخلي الوقت يمشي وانت غير كتفرج. الوقت ما كيمشيش دفعة وحدة، كيمشي بالقطرات، 5 دقائق هنا، 10 دقائق لهيه. تفقد الهاتف، سكرول بلا هدف. في كتاب The Atomic Habits كيقول العادات الصغيرة كتصنع نتائج كبيرة، حتى السلبية منها. إلا ضيعتي غير 30 دقيقة في النهار، راه في السنة أكثر من 180 ساعة مشات. تعفن الدماغ ماشي مرض، ولكن حالة ديال تحفيز زائد، معلومات سريعة، تبديل مستمر. في كتاب The Shallows كيشرح كيفاش الانترنت كيخلي الدماغ سطحي في التفكير وضعيف في التركيز. ملي الدماغ كيتعود على السرعة، أي حاجة عميقة كتبان مملة، وهنا الوقت كيتسرق بسهولة. علاش تعفن الدماغ كيزيد التسويف ماشي كسل، هو هروب. في كتاب The Now Habits كيشرح ان التسويف غالبا مرتبط بالمشاعر، مشاعر خوف، ضغط، وكمال زائد. وملي الدماغ كيكون متعفن بالتحفيز السريع كيولي ما كيصبرش على اي مجهود حقيقي. فهنا السؤال هو كيفاش نوقفوا ضياع الوقت وتعفن الدماغ. اول حاجه هو نحبسوا السرقة من الجذور، إشعارات أقل، محتوى أقل، ضجيج أقل. تاني حاجة نرجع التدريب للتركيز. التركيز هو عضلة، فلازم نمرنوها، قراءة ببطء، كتابة بالقلم، وجلوس بلا هاتف. ثالث حاجة نخليو الملل يكون، الملل ضروري باش الدماغ يرتاح ويرجع يبدأ. ورابع حاجة وآخر حاجة هو نبدلو الاستهلاك بالإنتاج، حتى إنتاج بسيط كيصلح التوازن ديال الدوبامين. فهنا غنعطيكم مثال يشجعكم. بزاف ديال الناس ما تبدلاتش حياتهم حيت زاد عندهم الوقت، كلنا عندنا 24 ساعة، ولكن حيت نقص التشويش، وقفوا السكرول ورجعوا الصمت وبداو يسمعوا لراسهم. التغيير بدا صغير، ولكن النتيجة كانت كبيرة. في البداية قلنا ماشي حيت انتي كسولة، ودابا عرفنا علاش. حيت ملي الدماغ كيتعفن الوقت كيمشي والطاقة كتهبط، والحياة بالتالي كتوقف. ولكن ملي كترجعي الوعي ولو بشوية كتبداي ترجعي حياتك. كل دقيقة تركيز هي اختيار، واختيارك اليوم يصنع لك الغد. هذه كانت لحظة ليك، وموعدنا في ارتقاء جديد للأفضل.